السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هل مباراة النهارده بالنسبة للنادي الاسماعيلي والمصري وفوز المصري وده أول فوز مع كابتن حسام حسن، في نفس الوقت الهزيمة دي ممكن تكون آخر يعني ماتش بالنسبة لكابتن أيمن الجمل؟ هل النادي الاسماعيلي الأمور بالنسبة له يعني ماتش كده بيبقى فيه حاجة حلوة، الماتش اللي بعده تتأزم الأمور؟ لا هو من اول الدوري، هو الماتش اللي فات بس هو اللي كان ماتش ماتش هو فوز يعني وحيد. الله يكون في عون جماهير الاسماعيلي. طبعا الاسماعيليه طبعا فريق كبير جدا. وانا بصراحه من هنا احنا ياما اتكلمنا على المهندس زي حكومي، انما مش هتقدر تدير، سيبها وامشي، لان الاسماعيلي في خطر. وانت عمال يعني حضرتك عمال تبيع كلام بس، واللاعيبه كلها عايزه تمشي. يبقى لازم في وقفه من المحافظ، ولازم من وزير الشباب والرياضه، اكبر مسؤولين في الدوله لازم يخشوا دلوقتي عشان وينقذوا النادي الاسماعيلي. احنا بنتكلم بمنتهى الامان. احنا اتكلمنا السنه اللي فاتت كمان كانت خارج، لا والسنه دي كمان ما هو احنا لسه بنبتدي والموضوع كده. هو ايمن الجمل على فكره عامل اللي عليه، مش ما يقدرش يعمل اكتر من كده، لكن ان شاء الله الاسماعيلي يعني ان شاء الله لكن زي ما بيقول رضا، رضا، في مفاوضات مع كابتن خالد جلال كان في كلام ووقف الكلام بس الامور لازم تتحسن. يعني زي ما بيقول رضا لازم يبقى في تدخلات، لان اللعيبه دي لازم تاخد فلوس عشان برضه يا جماعه احنا ليه بنظلم اللعيب؟ يعني ليه بنظلم اللعيب؟ دايما نقول مثلا ايه ده اللعيب، طب العب عشان الفانيلا. طب ما هو اللعيب ده شايف مثلا الفرق الثانيه مستقره كذا. الكابتن كله برضه عنده مشاكل، كله عنده مشاكل. وعلى فكره برضه مجلس الاداره برضه بيبقى مزنوق في حاجات معينه. ما هو لكن لازم وانا اروح اصرف الشيك هتلاقي ما فيش رصيد، لازم يكون اديني جزء، لازم يكون يا رضا في تدعيم للنادي الاسماعيلي، لان النادي الاسماعيلي ده نادي كبير جماهيري يعني بعد الاهلي والزمالك. وبعدين الامور لو فتحت عن كده في توقيت لازم في وقفه. تاني حاجه بالنسبه للنادي المصري، مبروك يا حسام. واللي فات ده كان عشان ان انت اتظلمت، فربنا بيجيب لك حق. تمام كابتن رضا، انا بشكرك. مفيش نمبر 1؟ لا مفيش نمبر 1 عشان كابتن خالد يعني. كابتن خالد مش عايزين بقى. طب مش هنتكلم على البنك؟ لا مش هنتكلم على البنك. لا بلاش. نورتنا كابتن رضا. كابتن خالد والله منورنا وشياكه وجميل. شكرا، ربنا يخليك. ويعني دايما نشوفك يعني ما نغيبش عنك ان شاء الله. ان شاء الله. ايه رايك في الحلقه؟ حبيبي طبعا رضا. هو انت سبت تقول كلمتين على بعض يا كابتن؟ معلش انا عارف ان هو محرج. لا اول مره كده. بشكركم كده تجيب ان شاء الله. بشكركم ان شاء الله كده نبقى موجودين في حلقه جديده معاكم بامر الله. يعني النهارده زي ما انتم شفتوا تعادلات للفرق الكبيره، الاهلي والزمالك تعادل النهارده، فيوتشر في المركز الثالث النهارده، المصري والاسماعيلي يعني مباراه صعبه بالنسبه للنادي الاسماعيلي طبعا والهزيمه، والمصري وفوز مهم جدا لكابتن حسام حسن والنادي المصري، وعوده مره اخرى لنغمه الانتصارات. يعني نتمنى الدوري المصري يعني تبقى الحاله فيه كده، حاله فيه اثاره دايما باستمرار. الفرق الكبيره بتحاول انها تبتعد عن فكره التعادلات والهزايم، وبالتالي هنشوف ان شاء الله الايام القادمه بالنسبه للدوري المصري في افضل حالاته.